المستثمرين شافوا إن العقار حل لكل حاجة. عايز تحوش فلوسك؟ اشتري شقة. خايف إن الجنيه يقع؟ اشتري أرض. مش عايز تحط فلوسك في البورصة؟ اشتري محل تجاري. الكل كان بيجري وبيشتري والمستثمرين بيبنوا. العقار كان فعلا بيحرك الاقتصاد لدرجة إن القطاع العقاري ساهم بنسبة 9% من إجمالي الناتج المحلي، وفعلا شغل ملايين العمال وقلل نسبة البطالة. في النهاية لو كنت وقتها صاحب قرار، كنت هتشتري أرض وشقة وتراهن على الحلم، ولا هتفضل قاعد ومستني العاصفة لما تيجي؟ استني رأيك واستناني الحلقة الجاية لما نحكي ازاي انفجر كل اللي كان اتبنى على العقار بعد 2011.